كلنا سمعنا عن قصص غريبة، بس في قصة لما توصلك بتحس إنك جزء منها. بتحس إنك هناك في المكان، في اللحظة وسط الرعد. واللي هحكيه دلوقتي من النوع اللي بيعيش جواك. أنا سارة، والحكاية ما خلصتش. ويلا بينا نبدأ ببسم الله. اسمي سارة، وعندي قصة ممكن ما تتصوريش إنها حصلت بجد. الحكاية بدأت لما ورثت بيت من جدتي الله يرحمها. مش أي بيت، لأ، بيت قديم قوي في حارة من حوالي اسكندرية، ودايما كان الجيران بيسموه بيت الخمسينات. جدتي كانت بتحبه جدا، بس محدش في العيلة كان بيقرب منه عشان كان ليه هبة غريبة كده، وكأنه ساكت بس مليان كلام. لما قررت أنقله وأعيش فيه، أهلي كلهم اعترضوا. إيه اللي هيقعدك في بيت مهجور بقاله سنين؟ البيت ده مش مريح يا سارة، حسبي منه. لكن أنا كنت عنيدة وحسيت إن البيت بيناديني. أول ما دخلته، ريحة الخشب القديم والتراب اللي في كل حتة دخلت في مناخيري. كان في أوضة مقفولة بباب خشب قديم ومفتاحها مش معايا. جدتي ما كانتش بتقول ليه الأوضة دي مقفولة، بس كانت بتبص على الباب ده بنظرة حزن غريبة. أول كام يوم عدوا عادي، بس كنت بحس بحركة غريبة في البيت بالليل. خطوات خفيفة، كأن حد بيمشي في الصالة الفاضية. كنت بقول لنفسي يمكن الفران، يمكن البيت بيشقق، بس الصوت كان أقرب لصوت إنسان. مرة صحيت على صوت صرخة خافتة زي صرخة طفلة. قمت من السرير وقلبي بيخبط. دورت في البيت كله، ما لقيتش حاجة. الصوت جه من ناحية الأوضة المقفولة. وقفت قدام الباب ده وحطيت ودني عليه. مفيش صوت. سكت ورجعت أنام. بس الموضوع ما كانش هيسكت. تاني يوم لقيت ورقة ملفوفة جوه كتاب قديم في المكتبة. الورقة كانت صفرة ومهللة، وعليها كلام بخط قديم صعب يتفهم، بس قدرت أميز كلمة عشان وما تتحبسش. الورقة كانت جنب كتاب عن حكايات قديمة في اسكندرية. فضولي زاد وبدأت أدور على أي حاجة تخص البيت ده. سألت جناتي العجوزة الست أم فتحي عن البيت ده. لقيت وشها اتغير وخافت. قالت لي جدتك الله يرحمها كانت طيبة جدا، بس البيت ده ليه حكاية قديمة قوي يا بنتي. بيقولوا كان في راجل حبس بنته الصغيرة جوه أوضة عشان كانت بتشوف حاجات غريبة وما خرجتش منها تاني أبدا. القصة دي كانت شبه الحكاية اللي الفيديو حكيتيهولي بالظبط، وده خلاني أخاف أكتر. بس اللي أغرب إن الست أم فتحي قالت لي الراجل ده كان اسمه إيه؟ أحمد. لا يا بنتي، الراجل ده كان اسمه مصطفى ومراته كان اسمها سامية. الاسم مختلف تماماً عن قصة الفيديو. في نفس اليوم وأنا بدور على مفتاح الأوضة، لقيت مفتاح قديم مربوط بخيط أسود، كان محطوط تحت سرير جدتي كأنه بيستخبى. أخدت المفتاح وقلبي في إيدي ورحت على الأوضة المقفولة، وإيديا كانت بتترعش وأنا بدخله في الباب. لفيت المفتاح وسمعت صوت قفل بيفتح بعد سنين طويلة، وفتحت الباب. الأوضة كانت فاضية تماماً، مفيش فيها أي حاجة غير كرسي قديم وكوميدينو عليه صندوق خشب صغير. دخلت الأوضة ولقيت إنها أصغر مما كنت متخيلة. فتحت الصندوق ولقيت جواه ورقة تانية عليها كلام بخط مختلف تماماً، ومعاها قفل صغير، والقفل ده كان فيه شعر بني رفيع. الورقة كان مكتوب فيها أنا سامية، ودي رسالتي الأخيرة. جوزي مصطفى حبس بنتنا آية في الأوضة دي عشان كان فاكر إنها بتحلم وإن البيت مسكون، لكن أنا عارفة إنها كانت بتشوف حقيقة مش خيال. كان بيحبسها عشان بيخاف من البيت ومن اللي فيه. قفلت الباب ده بنفسي عشان محدش تاني يدخله، ودفنت المفتاح في مكان محدش يعرفه. دلوقتي أنا كمان هتحبس عشان مصطفى عارف إني كنت بحاول أهرب. لو حد لقى الرسالة دي يفتح الباب، بس يخلي باله الحاجة اللي كانت آية بتشوفها لسه موجودة وبتنتظر. وأنا بقرأ الرسالة سمعت صوت حاجة بتقع ورايا. بصيت بسرعة ما لقيتش حاجة.
بس لقيت القفل اللي كان مع الورقة في الصندوق مش موجود. وفجأة حسيت إني مش لوحدي في الأوضة، في حاجة واقفة ورايا وبتنادي عليا بصوت خافت بتقول: ماما، انت جيتي عشان تخرجيني؟ جسمي كله اتجمد في مكانه، الدم واقف في عروقي. صوت طفلة: ماما. بصيت ورايا ببطء شديد، مفيش أي حاجة، بس الصندوق الخشب اللي كان على الكومودينو كان مفتوح، والقفل والشعر اختفوا. سمعت الصوت مرة تانية، بس المرة دي كان أقرب، كأنه جاي من تحت الأرض. ماما، أنا هنا. الصوت كان ضعيف، كأنه جاي من مكان بعيد ومقفول عليه. قلبي كان هيقف من الخوف. كنت عايز أهرب وأجري، بس حاجة أقوى مني خلتني أقف. مسكت ورقة سامية في إيدي وحسيت إنها بتديني إحساس غريب، كأني مش مجرد سارة، لأ، كأني سامية. نور الموبايل بتاعي فجأة طفى، والبيت كله بقى ضلمة. حاولت أطلع من الأوضة، بس الباب قفل لوحده بقوة. قلبي كان هيطلع من مكانه. في عز الخوف ده سمعت صوت كركبة خفيف جاي من تحت أرضية الأوضة. حطيت ودني على الأرض وسمعت صوت حاجة بتتحرك ببطء، كأنها بتحفر. الصوت كان جاي من تحت المكان اللي كان فيه الكرسي القديم. حاولت أزيح الكرسي، بس كان تقيل جدا، وفجأة زي ما يكون بيساعدني الكرسي اتحرك لوحده. كشف تحتيه على لوح خشب كبير، كان واضح إنه مش جزء من أرضية الأوضة، كان مغطي فتحة. في الوقت ده الصوت رجع أقوى، بس المرة دي كان صوت سامية، صوت مليان يأس وقوة في نفس الوقت. اجري يا سارة، ما تسمعيش صوتها. بس صوت آية كان أقوى، كأنه بيتكلم جوه دماغي. ماما، أنا مش عايزة أكون لوحدي. حسيت إن عقلي هيتشق نصين، صوتين، صراع ما بين الخوف والشفقة. ولقيت نفسي من غير ما أفكر بمد إيدي ناحية لوح الخشب. إيدي كانت بتترعش، بس فضولي كان أقوى. حسيت إن الحل لكل حاجة بتحصل هو إني أشوف إيه اللي مستخبي تحت اللوح ده. مسكت طرف لوح الخشب وحاولت أرفعه، كان لازق ومثبت كويس. في عز محاولاتي سمعت صوت تكسير خفيف جاي من الحيطة. بصيت بسرعة، لقيت فيه شرخ صغير ظهر جنب الباب، وريحة غريبة، ريحة تراب قديم وزهر ناشف بدأت تطلع منه. الشرخ بدأ يوسع، وظهر من وراه وجه باهت أبيض زي الحيطة، وعينين سودة كأنها حفرتين. الصوت كان واضح جدا في دماغي: لأ، سيبيني، أنا عايزاها. كان صوت آية، بس صوت سامية كان أقوى: ما تسمعيش كلامها، دي مش آية. آية دفنتها هنا عشان أخرجها من البيت ده. وأنا بتلخبط بين الصوت ده والصوت ده، حسيت إن في حاجة بتسحب لوح الخشب من تحتيه. بصيت بسرعة، لقيت إيد صغيرة لونها أبيض زي الشمع ومكشوفة من الجلد، بتطلع من تحت الفتحة وبتمسك في صوابعي. كانت إيد آية. صرحت بأعلى صوت عندي وسحبت إيدي بسرعة، لكنها مسكت فيها بقوة مش طبيعية. كنت بحاول أفلت منها، لكنها بتشدني لتحت. سمعت صوت سامية تاني، بس المرة دي كان صرخة مليانة رعب وقوة في نفس الوقت. الجن اللي كان مسيطر على البيت حبسناه في الأوضة. مصطفى قتله ودفنه مع آية عشان ما يعرفش يخرج. فجأة الصورة قدامي اتغيرت، بقيت شايفة مصطفى وهو بيضرب آية عشان مش عايزاها تسكت. بقيت شايفة سامية وهي بتحاول تمنعه، وبقيت شايفة في عينيهم هالة غريبة، كأن في حاجة بتحركهم مش هم نفسهم. ولما لقيت سحبتني أكتر، شفت في الأرض قبر صغير مكتوب عليه آية، وفي الناحية التانية قبر تاني أكبر مكتوب عليه مصطفى، وصورة تالتة ظهرت قدامي لسامية وهي بتدفن نفسها في نفس القبر جنبهم. مش فاهمة حاجة. صوت آية بيصرخ أنا عايز أخرج، وصوت سامية بيصرخ اهربي يا سارة، والإيد اللي مسكاني بتشدني لتحت أكتر وأكتر. فجأة حسيت بقوة غريبة بتسحبني لفوق. صوت سامية كان بيزعق في دماغي: جدتك هي اللي بعتتك، هي كانت عارفة. والإيد اللي مسكاني بتتشد لتحت، بتتشد لفوق، صراع بين قوتين مش باينين.
وحسيت إن دماغي هتنفجر من الصداع. وفي وسط كل ده صوت جه من بعيد، صوت جدتي الله يرحمها، صوت هادي حنين بس فيه قوة عجيبة. سيبوها، دي مش انتي، دي سارة. الشدة اللي على ايدي خفت فجأة، الايد الصغيرة اللي كانت ماسكاني سابتني، وصوت آية تلاشى. بصيت حواليا لقيت نفسي واقفة في الأوضة تاني، بس الضلمة اختفت والباب مفتوح. الشمس كانت بتدخل من الشباك والريحة الغريبة راحت. بصيت على الأرض لقيت لوح الخشب مكانه، مفيش أي فتحة. وبصيت على الصندوق لقيته مفتوح والورقة والقفل فيه. كل حاجة رجعت زي ما كانت، كأن اللي حصل ده كله كان مجرد كابوس. خرجت من الأوضة بسرعة وقفلت الباب ورايا. وقفت في الصالة وأنا مش مصدقة اللي حصل. سمعت صوت جدتي مرة تانية، بس المرة دي كان كأنه همس في ودني: السر في القفل، هو اللي هيخليكي في أمان. بصيت في إيدي لقيت القفل اللي كان في الصندوق معايا. إمتى أخدته؟ مش فاكرة. بصيت على القفل كان فيه شعر بني، بس مش شعر آية، ده كان شعر جدتي. جدتي هي اللي قفلت على القفل ده عشان تحبس الشر، ودايما كانت بتبص على الأوضة دي بحزن عشان عارفة إنها كانت مسؤولة عن سر البيت ده. لما اتصلت بأمي عشان أقول لها على اللي حصل لقيتها بتقولي: سارة، جدتك وصتني قبل ما تموت إنك ما تقربيش من البيت ده، خصوصا الأوضة اللي فيها باب قديم. يا ماما، جدتك وصتك بكده؟ أيوة، وقالت لي إن لو حصلت أي حاجة إنك تدوري على القفل اللي كان دايما في إيديها. ده قفل أمان، وحبس فيه سر قديم عشان محدش تاني يخرج الشر من البيت. فهمت كل حاجة. جدتي كانت عارفة وقررت إنها هتورطني البيت ده عشان أنا الوحيدة اللي ممكن ألاقي القفل. البيت مش مسكون بآية ولا بسامية، البيت كان فيه كيان شرير حبس آية وسامية وقتلهم، وجدتي حبسته تاني، وأنا كنت المفتاح اللي كان هيطلع الشر أو يحبسه للأبد. وقفت في وسط البيت وقلبي كان بيرجف، بس مش من الخوف، من القوة اللي حسيت بيها. أنا مش مجرد سارة، أنا حارسة السر. لكن ده ما كانش آخر حاجة. بعد ما جدتي ماتت كل اللي كان في البيت اختفى، بس القفل ده كان موجود وكان بيلمع في إيدي. بصيت عليه لقيته فيه شعر بني، بس مش شعر جدتي، ده كان شعر بني محروق، شعر آية. جدتي ضحت بنفسها عشان تحبس الشر وخبت القفل ده عشان ما تقربش منه، بس أنا فتحت الأوضة وطلعت الشر. فجأة حسيت ببرد شديد وجسمي بقى متلج. بصيت حواليا لقيت كل حاجة بتختفي، وبقيت واقفة في أوضة صغيرة ضلمة ومقفول عليها الباب بيتقفل ورايا، بس المرة دي مش من بره، لأ، من جوه. سمعت صوت ضحك الطفلة الشريرة وصوت سامية بيصرخ في دماغي: انتي فتحتيه. الورقة اللي كانت في ايدي اختفت، وفجأة الصوت رجع تاني، صوت آية، بس المرة دي كان صوتها قوي مليان غضب: دلوقتي أنا مش لوحدي، انتي معايا يا سارة. الضلمة كانت بتلتهم كل حاجة، حسيت ان الأوضة بتصغر حواليا، كأن الجدران بتقرب مني. البرد كان بيوصل لعظمي، وريحة التراب القديم كانت بتخنقني. القفل اللي كان في ايدي سخن فجأة لدرجة اني مش كنت قادرة امسكه، وقع مني على الأرض، وسمعت صوت حاجة بتقع معاه، شعر محروق ومكرمش. وفجأة الصوت الشرير رجعت أقوى، صوت طفلة لكن في شر سنين طويلة. كنت مستنياكي سنين طويلة يا سارة، جدتك الغبية كانت فاكرة انها حبستني، بس نسيت ان الدم بينده على بعضه. كنت بتنفس بصعوبة وحسيت ان مش آية اللي بتتكلم، آية دي مجرد وسيلة. في عز رعبي سمعت صوت تاني، صوت سامية، بس المرة دي كان ضعيف جدا كأنه بيودعني: ما تسمعيش كلامها، دي مش آية، هي استغلت حزنها عشان تنتقم. المفتاح مش في القفل، المفتاح في قلبك. صوتها تلاشى تماما، لكن كلامها فضل يتردد في ودني: المفتاح في قلبي؟ ايه المفتاح ده؟ وبينما انا بفكر شعرت بحاجة بتلمس وشي في الضلمة، حاجة باربة وناعمة زي الحرير بس مخيفة. صوت آية رجع يهمس: أنا عايزاكي زيي، عشان البيت ده مش مسجون، ده بيتي. رجعت لورا وخبطت في الحيطة، لقيت إيدي لمست حاجة خشنة خربشة. جريت صوابي عليها وكانت مكتوبة بخط رفيع كأنه دم ناشف:
في الضلمة حاولت ألمس الحروف وأفهمها، كنت بحاول أقرأ بأطراف صوابعي عشان مش هتكوني. الحرف اللي بعد كده كان صعب يتفهم، لكن حسيت إنها كلمة فيها نور. فجأة الأرض تحت رجلي بدأت تتشقق تاني، بس المرة دي اللي بيطلع منها ما كانش إيد، كان دخان أسود كثيف مليان صور غريبة، صور لأطفال بتلعب في البيت ده من زمان ووشوشهم بتتحول لوحوش، صور لجدتي وهي بتحط القفل في الصندوق ودموعها نازلة. والدخان ده كله كان بيتشكل في هيئة وش عملاق، وش مش بني آدم، وشه كان مليان تجاعيد وعينيه كانت حفر سودة، كان بيضحك بصوت عميق ومخيف. انتي فتحتيها يا سارة، ودلوقتي أنا هخرج ومش هتكوني لوحدك أبداً. الضحكة الشيطانية كانت بتملى كل شبر في الأوضة. حاولت ألمس وشي تاني عشان أفتكر إحساس اللمسة الناعمة اللي جاتني، كانت باردة لكنها مش شريرة، دي كانت اللمسة اللي حسيتها لما دخلت البيت أول مرة، دي كانت لمسة جدتي. افتكرت كلام سامية، المفتاح في قلبك. قلبي كان بيخبط بسرعة، بس مش من الخوف، من الغضب، الغضب على الكيان ده اللي ضحك على جدتي وضحك على سامية وعايز يخدعني أنا كمان. ده مجرد كذاب. صرخت بأعلى صوتي، لأ أنا مش لوحدي، أنا معايا جدتي. بمجرد ما الكلمات دي طلعت من بقي كل الدخان الأسود بدأ يختفي والوش العملاق اتلاشى. الأوضة رجعت ضلمة تاني، بس الضلمة دي كانت مختلفة، كانت هادية. كنت قادرة أسمع دقات قلبي وأقدر أتنفس. الخربشة اللي على الحيطة بدأت تلمع بنور أبيض خافت. قربت منها وبدأت أقرأ الكلمة كلها، عشان ما تنسيش نورها. جدتي كانت عايزة تحبس الكيان ده في الضلمة، بس كانت عارفة إن النور اللي في قلبنا، حبنا، هو اللي هيقدر يغلبه. القفل كان بيحمي الشر، بس الكلمة دي كانت بتخليني قوية. فجأة الأرض تحت رجلي بدأت تتفتح تاني، بس مش بالدخان الأسود، لأ، ضوء أبيض قوي كان طالع من تحت زي ضوء النهار. فتحت عيني ولقيت نفسي في وسط الصالة والبيت كله منور. الكيان الشرير ده اختفى والأوضة المقفولة اختفت هي كمان. كل اللي كان موجود هو مكانها، مكان فاضي ومعاه ضوء خافت طالع من الأرض وعليه نقوش غريبة. نهاية الحكاية؟ لأ، دي كانت البداية، بداية رحلتي مع البيت ده ومع السر اللي ورثته. النقوش اللي على الأرض كانت بتلمع وكنت بحس إنها بتنادي عليا، كانت زي خطوط ملخبطة، بس لما ركزت فيها بدأت تتشكل في رسومات لبيت وعليه قفل كبير. وفي الرسمة التانية كان القفل ده بيلمع وفوقيه قلب، وفي الرسمة التالتة كان فيه ضوء أبيض بيطلع من القلب ده وبيحرق كيان أسود. فهمت، جدتي مش بس سابت لي البيت، سابت لي القوة. القوة دي كانت في قلبي، في حبها ليها، في إيماني إن الخير هيقدر ينتصر. البيت ده كان ساحة معركة، والكيان الشرير ده كان بيستنى أي فرصة عشان يخرج، وجدتي كانت بتحاول تحميه وتحمينا. بمجرد ما فهمت النقوش دي اختفت والضوء الأبيض الخافت طفى. حسيت ببرود في إيدي، بس مش البرد المخيف بتاع الأوضة، لأ، برد زي لمسة الحنين. بصيت في إيدي ولقيت القفل اللي كان سخن بقى بارد، ولما فتحته ملقيتش فيه شعر آية، لقيت جواه ورقة صغيرة جدا وكلمة واحدة مكتوبة بخط جدتي: سلام. إحساس السلام والحب اللي حسيت بيه ده كان أقوى من أي رعب. البيت اللي كان مليان أسرار أصبح مكاني الآمن، ومهمتي مش بس إن أعيش فيه، مهمتي إن أحافظ على السر ده وأحمي النور اللي في قلبي وفي قلب كل اللي بيحبوا الخير. بعد ما كل حاجة هديت والبيت رجع هادي، حسيت إن في شيء لسه ناقص، كأني في بداية قصة جديدة مش نهاية. القفل اللي كان في إيدي دلوقتي بقى مجرد قطعة قديمة من المعدن، لكني عارفة إنها مش مجرد قطعة معدن، هي كانت مفتاح وفي نفس الوقت رمز. بصيت على مكان الأوضة اللي اختفت، ما كانش فيه أي حاجة تدل إن كان فيه أوضة من الأساس، بس أنا عارفة إنها كانت موجودة، عارفة إني دخلتها وعارفة إيه اللي حصل. رحت سألت أم فتحي تاني، بس المرة دي سؤال مختلف: يا أم فتحي، جدتك الله يرحمها كان ليها أي حاجة عزيزة عليها قوي في البيت ده؟ بصيت لأم فتحي باستغراب وقالت لي: يا بنتي،
جدتك كانت بتحب كل ركن في البيت ده، بس كان ليها صندوق صغير كده، كان فيه صور وفيه حاجات غريبة. سألتها عارف الصندوق ده فين؟ قالت لي جدتك قالت لي إنها خبته في مكان محدش يعرفه، وقالت إن اللي هيلاقيه هو اللي هيكون حارس البيت الجديد. قلبي خبط بسرعة. صندوق تاني؟ أنا عارفة إن جدتي مش هتسيبني من غير ما تديني أدواتي. الصندوق ده كان لازم ألاقيه. بدأت أدور في كل ركن من أركان البيت، في كل مكان ممكن جدتي تخبي فيه حاجة. بصيت في المكتبة تاني، تحت السراير، في كل حتة، مفيش حاجة. فضلت أدور لحد ما حسيت باليأس. رجعت الصالة وقعدت على الكنبة، بصيت على القفل اللي في إيدي. فجأة حسيت بنبضة قوية منه. القفل بدأ يلمع تاني، بس المرة دي بنور أصفر زي نور الفوانيس القديمة. الضوء كان بيشاور على مكان معين في البيت، على الحيطة. قربت من الحيطة، لقيت فيه نقوش جديدة ظهرت زي رسم بنجمة، وبمجرد ما لمست النجمة دي سمعت صوت قفل بيفتح. مش قفل عادي، قفل بيتفتح في مكان تاني. قفل كان بيحمي صندوق قديم، صندوق مليان أسرار. لمست النجمة وسمعت صوت قفل بيتفتح في مكان بعيد. قلبي دق بسرعة، ما أنا بحس إن كل اللي حصل ده كان جزء من خطة جدتي. الصندوق اللي أم فتحي قالت عنه كان هنا. دورت في الحيطة كويس، لقيت إن جزء صغير منها زي صندوق خشب مستخبي ومتغطي بنفس ورق الحائط، كان مختفي تماماً كأنه جزء من الحيطة. فتحت الصندوق ببطء، وريحة غريبة، ريحة قديمة بس مش تراب، ريحة عشب جاف وزهر قديم. جواه لقيت حاجات غريبة، كتاب قديم، مفكرات بخط إيد جدتي، وكمان صور قديمة ليها وهي صغيرة. بس اللي لفت نظري كان حجر أبيض صغير لامع وورقة ملفوفة عليه بخيط أسود. فتحت الورقة ولقيت كلام مكتوب بخط جدتي، بس المرة دي بخط واضح. كانت رسالة ليا: سارة حبيبتي، أنا عارفة إنك هتلاقي الصندوق ده في يوم من الأيام. البيت ده مش مجرد بيت، هو حارس للنور في العيلة بتاعتنا، والكيان الشرير اللي كان فيه هو ده سر العيلة. كل جيل في عيلتنا بيحارب الكيان ده وبيخفيه في الأوضة المقفولة، بس الكيان ده مش بيموت، بيستنى أي فرصة يرجع تاني. أنا عرفت من سامية بنت مصطفى اللي كانت بتشوف الكيان ده إن الكيان ده مش بيخاف من أي حاجة غير الحب، وعلشان كده سبتلك القفل اللي كان بيحمي الشر، وكنت بحاول أوريكي إن السر مش في القفل، السر في القلب. انتي دلوقتي حارسة السر وحمية البيت، ومفتاحك هو الحب. والحجر الأبيض ده هو الحجر اللي بيساعد الحارسين في العيلة، بيلمع لما يكون في خطر، وبيبقى دافي لما البيت يكون في أمان. إحنا مش لوحدنا يا سارة، إحنا جيش من الأمان، جيش من الحب. بصيت على الحجر الأبيض، لقيت إنه بينبض بنور خافت، نبضات خفيفة كأنه بيقولي إنه صاحي. حسيت بلمسة حنان من جدتي، كنت عارفة إنها معايا وإنها مش هتسيبني. قعدت على الكنبة ماسكة القفل في إيدي والحجر الأبيض في إيدي التانية. بصيت على البيت اللي كان مخيف، دلوقتي بقى هادي وجميل. حسيت إن كل ركن فيه حكاية، وكل حكاية ليها حارس. البيت ده دلوقتي بقى مسؤوليتي، لكن مسؤوليتي كانت أصعب مما كنت أتخيل. بعد شهرين وأنا قاعدة بقرا في كتاب جدتي القديم، سمعت صوت الباب الخارجي بيخبط. بصيت على الساعة، كانت نص الليل. مين ممكن يجي في الوقت ده؟ قمت ببطء ورحت ناحية الباب. صوت الخبطة كان عالي جدا، زي ما يكون حد بيخبط بقوة على الباب. حطيت عيني على العين السحرية، لقيت فيه راجل عجوز واقف، وشه كان مليان تجاعيد، وعينيه كأنه لون السواد. كان بيبصلي بنظرة غريبة. بصيت عليه، لقيت إن في وشه ابتسامة شريرة، وسمعت صوت طفلة بتضحك وراه. الراجل العجوز بصلي وقال بصوت خافت: ممكن أدخل؟ أنا عايز أشوف البيت بتاعكم ده. الضحكة زادت ورا ظهره، وحسيت بنبضات الحجر الأبيض في إيدي. كانت النبضات قوية جدا، كأن الحجر بيصرخ. اترجعت لورا خطوتين وقلبي كان بيرجف. الراجل العجوز ده عينيه كانت نفس الحفر السوداء اللي شفتها في وش الكيان الشرير، والضحكة اللي وراه هي نفس ضحكة آية.
الراجل ضغط على الباب بقوة لدرجة إني سمعت صوت الخشب بيتشقق. الكيان ده هو اللي بيحرك الراجل ده. صوت جدتي كان بيردد في ودني. هو عايز يدخل البيت عشان يرجع لقوته. كان لازم أتصرف. القوة اللي في قلبي، الحب. افتكرت كلام جدتي، الحجر الأبيض بيلمع لما يكون فيه خطر. مسكت الحجر الأبيض بقوة في إيدي ورفعت إيدي ناحية الباب. قلبي كان بيدق بسرعة وكنت بحس بالخوف، لكن في نفس الوقت كنت بحس بقوة غريبة. غمضت عيني وقلت بأعلى صوت عندي: مش هتعدي من هنا، البيت ده ليه حارس. بمجرد ما الكلمات دي طلعت من بقي، الحجر الأبيض بدأ يلمع بنور قوي جدا، نور أبيض عمى عيني. سمعت صرخة مرعبة، صرخة فيها غضب ورعب، وسمعت صوت حاجة بتتحرق. فتحت عيني لقيت إن الباب مفيش فيه أي حد. الضوء الأبيض اختفى والحجر الأبيض رجع هادي. بصيت على الباب لقيت فيه علامة محروقة، علامة صليب. كانت علامة حرق مش طبيعي، كأنها محروقة بكهرباء. والضحكة اللي كانت ورا الباب اختفت. رجعت لورا وقعدت على الأرض. كنت بتنفس بصعوبة وجسمي كله كان بيرتجف. كنت حاسة إن أنا في حرب حقيقية، مش مجرد بيت مسكون. البيت ده كان بوابتي لعالم تاني. قمت ورحت على الصندوق تاني. مسكت كتاب جدتي القديم وفتحته. لقيت إن فيه صفحات بيضة، بس لما مسكت القفل الأبيض في إيدي الصفحات بدأت تظهر عليها كلمات: سارة، أنا عارفة إنك عرفتي كل حاجة. دلوقتي جه دورك إنك تحمي البيت ده من الشر، من الكيان اللي اسمه العدم. الكيان ده مش بيموت، بيتحبس بس. وعلشان يتحبس لازم قلبك يكون مليان حب. قلبك هو القفل، وأنا سبتلك كل الأسرار دي عشان تكوني مستعدة. الشر ده هيرجع يختبرك، بس اوعي تخافي، الحب هو اللي هيغلبه. دلوقتي لازم تبدأي في مهمتك الجديدة. مهمة جديدة؟ مهمة ايه؟ بصيت في الكتاب لقيت فيه في آخره ورقة فيها رسمة لمكان معين، رسمة البيت تاني. البيت ده كان شكله غريب وكأنه بيت قديم جدا، وعليه نفس العلامة اللي كانت على بابي، ومكتوب تحت الرسمة: بيت العدم. الكيان ده ليه بيت تاني، وإيه بيت العدم ده؟ وفجأة سمعت صوت صفارة ضعيفة. كان صوت الصفارة جاي من الحجر الأبيض. بصيت عليه لقيت إنه بيلمع بلون أحمر غريب مش أبيض. في وسط الصفارة سمعت صوت جدتي مرة تانية، بس المرة دي كان صوتها ضعيف: سارة، الشر ده بيصحى، مش في بيتك، لأ، الشر ده بيصحى في بيتنا كلنا. الصوت اتلاشى والحجر رجع هادي. البيت ده مش مجرد حارس، ده بداية رحلتي وبداية معركتي. وبينما كنت أحاول استيعاب كل هذا، شعرت بضربة قوية على رأسي من الخلف. كل شيء أصبح مظلماً. عندما فتحت عيني وجدت نفسي في مكان مختلف تماماً. لم يكن البيت القديم، بل كانت مساحة سوداء بلا نهاية، لا أرض ولا سقف. وفوق رأسي مباشرة كانت آية معلقة في الهواء. عينيها السوداء تحولت إلى جمر مشتعل، وضحكتها الشيطانية تملأ هذا الفراغ. الآن أنت في بيتي يا سارة. فهمت أن بيت العدم ليس مجرد مكان، بل هو عالم خاص بالكيان الشرير، عالم من الفراغ. ماذا تريدين مني؟ سألتها وصوتي كان يرجف من الخوف. أريدك أن تكوني مثلي، أريد أن أستخدم حبك لتصبح قوتي أكبر وأرجع للبيت اللي في الأرض وأحرقه. ضحكت بسخرية ورمت في وجهي صور من حياتي، صور لحبي لجدتي، لضحكي مع أصحابي، لكل لحظة سعيدة في حياتي. كانت كل صورة بتتحول لرماد بمجرد ما تلمس وشي. الحب ده هو اللي بيخليني قوية، بس مش هخليكي تستخدمي حبي ضدي. غمضت عيني وحاولت أجمع كل مشاعر الحب في قلبي. حبي لجدتي، لعائلتي، لبيتي، كل حاجة كانت بتديني قوة. الحجر الأبيض اللي كان في إيدي بدأ يلمع بقوة وبدأ يطرد الضلمة. آية صرحت بغضب: اهدى، إزاي لسه عندك حب بعد كل اللي حصل؟ لأن الحب مش بيختفي يا آية، الحب مش بيتحرق. وبدأت ألمس كل صورة بتيجي ناحيتي، وكل ما ألمسها كانت بتتحول لنور أبيض وبترجع مكانها. أنتي مش آية، صرخت فيها. آية كانت طفلة بتحب الحياة. صوت سامية رجع في دماغي، بس المرة دي كان صوتها قوي. صح،
الكيان ده بيستخدم آية عشان يضعفك. ما تخافيش من آية، هي لسه موجودة جواكي. فجأة آية اللي كانت معلقة في الهواء بدأ شكلها يتغير، وشها الأسود بدأ يرجع أبيض تاني، عينيها الجمر بدأت ترجع لعيون طفلة. بدأت تصرخ، بس مش صرخة غضب، صرخة وجع. ساعديني، أنا مش عايزة أكون شريرة. مديت إيدي ناحيتها ولقيت إن الحجر الأبيض بينور بقوة. شعرت إن القوة اللي في قلبي هي اللي بتوصلها. آية صرخت بصوت ضعيف: أنا أسفة، أنا مش عايزة أكون كده. أنا عارفة، أنا هنا عشان أساعدك. وبدأت ألمس آية، ومجرد ما لمستها شعرت ببرود غريب، بس مش برد مخيف، برد زي برد الشتاء بس معاه إحساس حنين. آية تحررت من الكيان الشرير، وشها بدأ ينور، وابتسامة حنينة ظهرت على وشها. بصت لي وقالت: شكراً يا سارة، والآن حان وقتك. وفجأة آية اختفت، بس سابت وراها شعور قوي بالأمان. الظلمة اللي كانت بتملأ الفراغ بدأت تنور، ورجعت للبيت القديم، لكن مش لوحدي. جدتي كانت واقفة قدامي مبتسمة: أنا فخورة بيكي يا حارسة السر. وبجانبها كان مصطفى وسامية وبيبتسموا. أنتي أنقذتينا يا سارة، ما كنتش لوحدي، كنتم معايا. وبمجرد ما قلت الكلمات دي كلهم اختفوا، بس سابوا وراهم نور في قلبي. البيت كان هادي، بس مش هدوء مخيف، هدوء مريح. ولكن القصة لم تنتهي بعد. العدم لا يزال موجوداً، وبيت العدم ليس هو الوحيد. هناك أجيال من الحراس. في الكتاب القديم ظهرت رسالة جديدة: مهمتك الآن أن تجدي الحارس القادم. نهاية القصة. لم أجد الحارس القادم، لم أبحث عنه. فهمت أن مهمتي ليست البحث عن حارس آخر، بل أن أكون أنا الحارسة الأخيرة. فالشر الذي كان في البيت لم يخرج منه، بل أصبح جزءاً مني، جزءاً أحاول السيطرة عليه بالحب والرحمة. البيت لم يعد مخيفاً، بل أصبح حصني، ومهمتي أن أحتوي هذا الشر بالحب كما فعلت جدتي. القفل الذي كان في يدي ألقيته في الأرض، وتحول إلى حجر أبيض لامع، ليس كما كان، بل هو الآن جزءاً مني. نهاية القصة كانت في كل خطوة أخطوها، في كل لحظة أواجه فيها ظلامي الداخلي وأنتصر عليه بالحب. أنا سارة، حارسة النور والظلام، وسر هذا البيت القديم. وهنا انتهت حكايتنا. ولو عجبتك القصة ما تنساش تشترك على القناة وتعمل لايك عشان تتابع كل جديد.